ليه انت مش جامد في الشطرنج؟ ده سؤال انت بتسأله لنفسك بعد ما بتخلص الجيم، وبتلاقي فيه اكتر من ميزد وين في الجيم ده، وبتيجي تراجع الجيم فمتلاقيش اي اخطاء، يعني ما بتعرفش يعني فين المكسب اللي فاتك. بس الانجن لما بيجي يراجع المباراة مثلا بيلاقي انك انت كنت في وضعية كنت تقدر تكسب فيها بعد 8 نقلات 9 نقلات 10 نقلات. فانت تيجي تقول لي ازاي انا اقدر احلل، او انا ازاي اقدر اوصل لل10 نقلات، او ازاي اعرف اللي انا هقدر اكسب بعد 10 نقلات. واجابة السؤال في الوضعية دي: الابيض والاسود متساويين في عدد القطع، كل واحد معاه 7 بيادق وحصانين، حصان وفيل، طبيتين ووزير. تمام. بس انا لو جيت قلت لك ان الاسود يقدر يكسب بعد 8 نقلات، وقف الفيديو وحاول تحل. فاول حركة للاسود، الاسود يروح لاعب الحصان في جي 3. في جي 3 هو عامل شوكة او فورك للملك وللوزير، فبالتالي لو الملك اتحرك عشان يبطل التهديد ده، بالتالي الوزير بتاعه هيروح، وده انت مش عاوزه في بداية الجيم. فبالتالي الابيض بيعمل ايه؟ بياكل الحصان. في الوقت ده الاسود هياكل البيدق بالبيدق. تمام. في الوقت ده في الوضعية دي انت عامل كش للملك، الملك اجباري لازم يتحرك، فانت تروح مضحي بالطابية، فيروح واكل، تروح عامل كش، يروح متحرك، تروح مضحي تاني بالطابية، يروح واكل، تروح لاعب الوزير. في الوقت ده الملك اجباري لازم يتحرك، فانت تروح عامل له كش. في الوقت ده انت تكون متأكد ان الملك مش هيقدر ياكل الوزير بسبب ان البيدق مغطي، فبالتالي الملك هيتحرك الناحية دي، فتروح عامل له كش مات في الاتش 1. طبعا انت عارف ان الملك مش عارف يتحرك هنا بسبب البيدق، والوزير منعه اللي هو يتحرك هنا، ومش هيقدر يتحرك هنا بسبب الكش بتاع الوزير. طب انت هتيجي تقول لي دلوقتي انا ازاي اعرف ان انا اقدر اكسب بعد 8 نقلات؟ يعني ده احنا بشر برضه، يعني مستحيل نقدر نتوقع. هو مش مستحيل، انت تقدر تتوقع، بس لو كان النمط دوت او اللاين ده كان قدامك. بمعنى احنا هنبسط الشكل ده، وفي الوضعيه دي انت تقدر تكسب بكش مات عن طريق 3 نقلات، اللي هو زي ما احنا شرحنا، اللي انت تروح عامل كش للملك. الملك الابيض ما قداموش اي اماكن يتحرك فيها غير هنا، انت تروح عامل له كش تاني، مش هيقدر ياكل بسبب ان البيدق مغطي، فبالتالي هيتحرك، فبالتالي انت تروح عامل له كش مات. ونيجي نصعب اللغز شويه، نروح حاطين طابيه مثلا. في الوقت ده انت الشكل ده مش غريب عليك، ليه؟ انت عارف ان الوزير لما يكون هنا وتروح نازل في الحته دي، الملك هيتحرك هنا وتروح نازل تعمل له كش. طب ازاي نقدر نوصل الملك هنا والوزير هنا؟ عن طريق اللي احنا نعمل كش كده بالطابيه، هياكل، هنروح لاعبين، هنعمل كش تاني، هيتحرك، هنروح لاعبين، هيتحرك، هنروح عاملين كش. في الوقت ده احنا لو رجعنا للمثال الاولاني بتاعنا اللي هو تكسب عن طريق 8 نقلات، انت اول حاجه بتعملها بتعمل الفرق، فهو هياكل، فانت تروح واكل. انت في الوقت ده المنظر ده طبعا مش غريب عليك، انت عارف ان الوزير ده لما يبقى هنا انت هتكسب. عن طريق ايه؟ عن طريق طبعا اللي انت تفضل تضحي بالاتنين طابية بتوعك في سبيل ان انت توصل بس الوزير بتاعك هنا. ومجرد ما انت وصلت الوزير بتاعك هنا فانت عرفت ان انت كسبان. وتعالى دلوقتي اعرفك ازاي تقدر تلعب زي ماجنس كارلسن. في الوضعية دي الاسود يلعب ويكسب. حاول توقف الفيديو وحاول تحل. بنروح لاعبين الحصان ونعمل كش للملك. فكرتنا ان اللغز ده اللي احنا طبعا الملك هيتحرك، ان احنا بيكون احنا مغطين الحته دي، مغطين الحته دي. طبعا مفيش اي تهديد على الحصان اللي هو هيتاكل، يعني عشان ما تلعبش الحصان بالشكل دوت لما يبقى في وضعيه ويروح متاكل منك. ففي الوقت ده انت عامل تغطيه في الجزء ده. تاني خطوه على طول هتروح مضحي بالوزير. الملك الابيض ما قداموش غير اللي هو ياكل الوزير، وهو مش شايف ان في كش مات بالطابيه في الاتش 4. ليه؟ عشان الحصان مغطي الجزء ده والطابية عاملة كش للملك. تعال نصعب اللغز شوية. في الوضعية دي انت عارف وشايف ان الحصان في الوقت ده مغطي الجزئيتين دول، فانت تلقائي هتفتكر اللغز اللي انت كنت لسه حله من شوية، اللي انت عاوز تضحية معينة، اللي انت تضحي بحاجة هنا وتروح عامل كش بالحاجة التانية اللي هي اذا كانت طابية او وزير. تمام. ففي الوقت ده طبعا بتروح انت مضحي بالطابية بتاعتك. في الوقت ده انت عارف لو الملك كل الطابية انت تروح عامل كش، الطريقة اللي انت تلعب الوزير بتاعك في اي مكان من الاماكن دي. ليه؟ عشان الحصان مغطي الجزئيتين دول والوزير هيعمل كش، بس الاسود مش هيعمل ده وهيروح واكل بالحصان. انت في الوقت ده تروح عامل كش
بالوزير. الوزير هنا مفيش اي مكان يقدر يتحرك فيه الملك غير اللي هو يلعب الحصان، ساعتها انت تاكل الحصان، مفيش اي مكان غير هنا، فساعتها انت تكون عملت له كش مات. ليه بقى؟ عشان الملك مش هيقدر ياكل الوزير بسبب ان الحصان مغطي، مش هيقدر يتحرك هنا بسبب ان الحصان مغطي، ومش هيقدر يتحرك هنا بسبب ان البيدق مغطي. تعال نصعبها شويه. في الوضعيه دي ماجنس كارلسن وهو عنده 12 سنه في مباراه حقيقيه قدر يوصل للنمط اللي احنا لسه شارحينه ده. هو في الوضعيه دي عارف ان الحصان مغطي هنا، فانت محتاج تعمل كش للملك، في الوقت ده هتكون كسبت المباراه. فماجنس كارلسن في الوضعيه دي لعب الطابيه وكل البيدق، ففي الوقت ده الابيض مش عارف اللغز ده او مش عارف النمط، فبالتالي هو ساعتها راح لعب الاي 1. في الاي 1 هو عاوز ياكل الحصان وشايف ان هو يقدر ياكل الحصان ببلاش، بس اللي هو مش شايفه ان في اول تضحيه ليه هيروح مضحي بالوزير عشان يعمل كش للملك. مفيش اي حاجه تقدر تمنع الكش ده غير عن طريق تاكل بيدق، ويروح ماجنس كارلسن يعمل كش مات في الاتش 4 للملك الابيض ويكسب المباراه. انت هتقول لنفسك ليه طفل عنده 12 سنه قدر يوصل للغز ده؟ طبعا هو عشان هو شرب الشطرنج بكل النواحي، الغازها بكل المباريات القديمه، وبكل طبعا هو مذاكر افتتاحيات، عشان كده هو وصل للمرحله دي. فهو قدر يوصل ان يقدر يوصل النمط البسيط جدا اللي احنا لسه شارحينه من شويه، يقدر يوصله في مباراه حقيقيه عن طريق اللي هو يلعب بالشكل ده. وده كان نهاية الفيديو بتاعنا، استنى الفيديو الجاي.